السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا ليا اسبوع ما نزلتش فيديوهات. عاملين ايه؟ وحشتوني بجد والله. النهارده يا جماعة نعمل الحمد لله يعني ربنا رزقنا فرختين. هنعمل منهم 3 اصناف، بس مش هعمل ال3 اصناف في يوم واحد. يعني عشان احنا عارفين ان كلكم ستات شاطرين وموفرين ومدبرين. يعني نحاول نقتص كده كل جزء من الفرخة، نعمل أكلة معينة نحاول نرضي بيها الأولاد في ظل الظروف اللي احنا فيها. تمام يا حبايبي، تمام. أنا اوريدي يعني كده غسلت الفراخ غسل معتبر على المعتاد بتاعي في التنظيف. أي طيور أسماك بغسلها لما بطلع عينها. يعني غسلا مش عارفة يعني بقول لكم إيه، غسل ايه يعني، بهلكم يعني. آه، انا كده باخد يعني القطع المعينة. النهاردة هطبخ عليهم، هعمل شوربة واعمل ملوخية خضراء بحبها جدا انا والعيال. وهعمل كوسة محشية. فاخدت كده اللي هم الكبد والجناصات، العيال بيحبوهم طبعا تصبيرة كده لما كنا بطبخ ولا حاجة. وبعد كده هعمل وبعد كده هنعمل بباقي الفراخ وصفتين تاني. العيال عايزين ستريبس وكنتاكي، مش عارفة كده هعمل فيهم ايه، مش عارفة هغيروا رأيهم ولا ايه. انا كده حاطة حلة على النار فيها مية سخنة، باخد مية من السخان بتغلي عشان توفيرا يعني الوقت وتغلي معايا بسرعة. فبحط الفراخ على طول تكون المية سخنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة الخير، أنا بحبكم في الله طبعا. محدش بيتفاعل معايا ولا مشترك ولا لايكات ولا مشاهدات. بالله عليكم بالله عليكم يعني طلبا يعني فضلا يعني طبعا، ولا ليس أمرا ما معاذ الله، محدش بيأمر حد طبعا. يعني لو شفتوا الفيديو اشتركوا في القناة كده وشجعوني، كومنت حلو. مثلا قولوا رأيكم في الفيديو. حد حابب حاجة معينة اعملها له، يعني طلباتكم وامر طبعا. انا بعمل حاجات حلوة كتير، واي حد يطلب مني اي حاجة هعملها ان شاء الله، مش هتأخر. بالله عليكم يعني شجعوني وشيروا القناة اللي يسمع الفيديو. يعني على حد ما يعني انا عايزة القناة تكبر بكم طبعا ان شاء الله وليكم بإذن الله يعني. كده انا يا حبايبي حطيت الفراخ، المية غليت. ولو ان غسلها حلوة جدا ما عملتش ريمة يعني كتير زي ما بتعمل كده لما تكوني غاسلة الفراخ كويس ومنضفاها، ما بتعملش ريمة. كده لميت اللي هو على الوش، وبنزل بمرق الدجاج وبصلاية ولورا ومعلقة سكر عشان الفراخ بتبقى طرية معايا. السكر بيخلي الفراخ طرية معايا وبتستوي بسرعة. بعد ما تخش في السوا نحط الملح. وحطيت هنا طماطم مفرومة، لو ما عندكيش طماطم مفرومة طماطمية تقطعيها 4 وتحطيها برضو، ما بنقولش لا برضو يعني. وكده الشوربة غليت والفراخ داخلة على السوا. هحط لها طبعا الملح المبهر بتاعنا اللي احنا عاملينه، موجود في القناة، ملح الفلفل اسود. حلو جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملنا هنعمل طبعا ملوخية خضراء. أحلى ملوخية تاكليها في الدنيا الملوخية اللي تعمليها بالمخرطة يا جماعة. أنا بخلطها بالمخرطة، ولا تقولولي خلاط ولا كبة. بصوا طعم كده بتاع زمان وأمهاتنا وأجدادنا. بصوا الملوخية الخضراء شكلها أنا بعشقها، بعشقها عشق، بعشقها. يعني بحب الملوخية أنا وعيالي بكل أنواعها الناشفة والخضراء. فأنا غسلتها الأول غسلة حلوة جدا، وبعد كده جففتها وبالمخرطة خرطتها. انا نسيت اوريها لكم، بس لما هعمل المره الجايه ان شاء الله هوريكم. عشان احلى اكل ملوخيه تاكليه اللي هو بالمخرطه يا جماعه، بيودي الملوخيه في حته تاني. انا حطيت الشوربه وهنزل بالملوخيه طبعا.
الشوربة هنا كميتها قليلة، هحط تاني لحد ما هظبط قوام الملوخية المظبوط، لا تقيلة ولا خفيفة، احنا بنحبها كده مظبوطة. بص لون الملوخية والحاجة الطازة آه، حلوة جدا، يعني بسم الله ما شاء الله. الحاجة كده الصبحة الطازة لها طعم تاني وشكل تاني يعني. هنا بصوا حطيت مرق الدجاج في الشوربة تاني، ولقيت هنا كده عايزة حبة شوربة. هنا دي التومة طبعا، توم وملح وسمنة. بعد ما التومية توصل للون الذهبي هنزل بمعلقة كزبرة ناشفة. وهنا كانت الملوخية عايزة شوربة تاني فزودتها شوربة. يعني انت هتختبريها الاول، كل ما هتلفيها كده وهتشوفيها محتاجة او قوامها كده تقيل شوفيها بالشوربة مظبوطة خلاص تمام، طش على كده. كده كانت ال التومة معايا خدت اللون الذهبي، وهنزل عليها بالكزبرة الناشفة اهو كده. وبعد كده هطشها على الملوخية. انا عامة يعني الاولاد ما بيحبوش اللي هي الفراخ الكاملة، اللي هو الصدر والكلام ده ما بياكلوش. يعني عامة بجيب اوراق او كده. فالنهاردة جوني يعني فرختين، ابو الاولاد جاب فرختين يعني، فحبيت يعني عرفت هما بيحبوا ياكلوا الدبابيس، فحطيت الدبابيس اللي هي عملت عليها الملوخية وكده، وحشت الصدور هعمل لهم عليها ستريبس او زي ما يحبوا. وباقي الفرخة هعملها لهم كنتاكي، لان هما بيحبوا الحاجات دي طبعا، الاكلات دي بياكلوا فيها. اما الطبيخ والحاجات التانية ما بيحبهاش. كل الاولاد كده ربنا يخليهم طبعا ويبارك فيهم، طلباتهم اوامر ويرضوا بالمشتاق بالذرة الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. كده طشينا الملوخية، بصوا يعني صوت الطشة كده ومنظر الطشة تحفة، بحبها جدا لما اوصل. بصوا قوام الملوخية وشكلها حلو جدا. بطش كده باخد مغرفة احطها على الطبق وانزل بها تاني على الملوخية وبحركها كده. بصوا واللون كان تحفة تحفة يا جماعة، تحفة. والطعم خطير. عايزة اقول لكم ان انا بحب الملوخية بعملها على الاكل على طول، يعني بخلص الاكل واروح طشاها واغرف منها. بحبها اذا كانت خضرا او ناشفة. انا كده حاشية كوسة حوالي كيلو ونص كوسة دول محشيين. طبعا الطريقة كلكم عارفينها ومنزلها قبل كده على القناة. حطيت مرق الدجاج برضو تاني، يعني بحب مرق الدجاج في الاكل، بتخلي الاكل طعمه حلو جدا. حطيت سمنة ومرق الدجاج، وحطيت ملح برضو بسيط كده يعني عشان الشوربة مملحة، وهزيدها بالشوربة اللي هي تحت الفراخ. بيبقى ليها طعم حلو. كده انا زدتها بالشوربة وكده هغطيها، واول ما تغلي ههدي النار عليه واسيبها تستوي براحتها. بس طعمها طلع تحفة 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 يعني والله العظيم. وهي رفيعة كده عاملة زي ورق العنب او الكرنب، طعمها جميل. كده كانت الكوسة استوت. طبعا بحمر الفراخ هنا عندي بالطلب، يعني اللي حابب ياكل بحمر الفراخ عشان لما بتتحمر كلها وبتقعد بتنشف وبتجلد ومش حلو. هنا كانت بتفضفض طبعا، ما قدرتش اعليها اكتر من كده. هنا كده حمرت اللي طلب ياكل بس يعني و... وحطيت الباقي. هنا ده طبق بامية. مش انا اللي عاملاه طبعا، ماما عاملاه، بس انا ما عملتش باميه. الولد مش بيحب وانا لا بحبها، فاخدت طبق من ماما. ودي الكوسه طبعا يا جماعه غرفتها تحفه، والعيش الشمس بتاعنا، وده الفلفل انا اللي مخللاه ني، طعمه خطير والله العظيم. وحطيت له هرسة شطه في الميه مع ليمون وخل، حاجه بسم الله ما شاء الله طعمها تحفه. وده كان غدانا النهارده، سريع وبسيط وسهل.
يا رب تكونوا استفدتوا لو بمعلومة بسيطة. ولو الفيديو عجبكم حطوا اللايك واشتركوا في القناة طبعا فضلا وليس امرا. بحبكم في الله.